بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. عندك حبة بيض وما عندكش زبدة باش ديري الحلوة. جبت لك هاد الوصفة سهلة مهلة. بكاس تاع الزيت راح نديرو كمية كبيرة تجي مقرمشة من برا وطرية من داخل. تقدروا تقدموها مع الحليب كما تقدروا تقدموها مع لاتاي. اكيد الا جربتوها راح تعجب ضيوفكم وتعجب عائلتكم وولادكم. وراح نشوفوا سر من اسرار حلوة الزيت باش تجينا ناجحة. يلا بلا ما نطولوا نبداو بالمكونات والطريقة في نفس الوقت. فرجة طيبة. بسم الله. في بول راح نحط حبة بيض تكون بحرارة المطبخ، نضيف عليها كاس غير ربع تاع السكر العادي، وهذا الكاس يوزن 240 ملي. بنفس الكاس راح نكيل الزيت، كاس تاع الزيت. من بعد نخلط كلش بالبغا ميكسور، وهذا هو سر من اسرار نجاح حلويات الزيت بصفه عامه. كي تخلطوها بالبغا ميكسور ما راحش يخرج الزيت كي تكونوا تلموا فيها، وزيد ما تحسوش كامل لوغو تاع الزيت. نضيف نص كاس من نشا، كيس خميره وزن 10 غرام عفوا، ومغرفه كبيره من لافاني. ونضيف الفارينه ولا الطحين، يعني ندير غير بالعقل. وراح نضيف 2 مغارف كبار يكونوا معمرين من الشوكولا فيرميسيل. هاد الحلوه بزاف سهله، يعني تقدروا ديروها في 2 دقائق، خاطر نخلطوا كامل المكونات مع بعض. من بعد نبداو نخلطوا. هنا نخلطوا كلش ونبدا عفوا نضيف في الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه تجي طريه. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها جات ما شاء الله كما راكم تشوفوا، ما طلقتش كامل الزيت. نشكلوهم كريات، اللي حبت توزنهم دير 30 حتى 35 غرام، خاطر هاد الحلوه ما راناش راح نلصقوا 2 مع بعض، يعني نخلوهم كيما راهم. من بعد نحطوها في السكر ونطبعوها بالطابع. تقدروا تستعملوا هذا الطابع ولا تستعملوا البوشون تاع القرعه، يعني كيما نشكلوا الدزيريات راح تجيكم مليحه. وراح نتحصلوا على هذا الشكل. كما تقدروا ثاني تستعملوا هذا الطابع ولا استعملوا الطابع اللي كان عندكم. انا شكلتهم كامل هكذا، دخلتهم في السكر قبل، من بعد طبعتهم، يعني كل واحد يستعمل الطريقة اللي تساعده. بعد ما نشكلوهم كامل هكذا ندخلهم للفرن يكون سخون من قبل. هذه هي الحلوه بعد ما طابت كما راكم تشوفوا جات محمره ما شاء الله، وزينتها بشويه تاع الشوكولا في الوسط. تقدروا تزينوها، تقدروا تخلوها كما راهي. والكميه كما راكم تشوفوا ما شاء الله، يعني حبه بيض وكاس زيت نحاولي 35 حبه، والحبات كبار ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتتمتعوا بمذاقها. فضلا اشتركوا في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد ان شاء الله. الوصفة مكتوبة بالصور تلقوها في صفحة الفيسبوك وعلى انستغرام سمار سميحة. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو في فيديو قادم والسلام عليكم.